ورجعنا وياكم مرة ثانية مشاهدينا الأحبة. أكيد راح نكمل حلقتنا لهذا اليوم. وصلنا لفقرة محور الحلقة. أكيد محور حلقتنا مثل ما نوهنا بالبداية يتحدث عن تأثير السوشيال ميديا على العلاقات الاجتماعية، وأكيد حتى نحكي أكثر بخصوص هذا الموضوع ويانا بالاستوديو ضيف يعني هو موجود بهذا الحقل السوشيال ميديا، فراح نحكي أكثر بخصوص هذا الموضوع ويا ضيفنا العزيز يوسف عبد الرحيم، ممثل وصانع محتوى. صباح الخير يوسف. صباح الخير ست مريم، صباح الخير عليك، صباح الخير على المتابعين، مصورين، اخواننا المخرجين، كل اللي موجودين بالكادر، وشكرا لهاي الاستضافه، ويا ربي نقدر نطلع بشيء يفيد المشاهد ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. يعني تشرفنا بوجودك ويانا اكيد بصفتك ممثل وصانع محتوى. مثل ما تعرف يعني هذا المجال انتشر بكثره في مجالات السوشيال ميديا، الفيديوهات، صناع المحتوى كثروا، لكن اكيد انتم تبرزون بالمحتوى اللي انتم تقدموه. بصفتك حضرتك يعني كصانع محتوى، واكيد احنا بدنا نحكي بمحور حلقتنا عن تاثير السوشيال ميديا على العلاقات الاجتماعيه. شنو وجهه نظرك بخصوص هذا الموضوع؟ شنو تاثير السوشيال ميديا على هاي العلاقات الاجتماعيه؟ بدايه شكرا لحضرتك وشكرا لمعد البرنامج على هذا الموضوع. السوشيال ميديا حالها حال اي شيء بالحياه، هي سلاح ذو حدين، بيها الامور الايجابيه وبيها الامور السلبيه. ولكن السوشيال ميديا أنا في رأيي الخاص أو في رأي أغلب الناس الواعية خلينا نقول، هي أكو بيها فالسلبيتين يعني طافحات للكيل شلون ما نقول. الأولى يعني على قولة عالم مؤخرا، هو أصعب أو أغبى صناعة بالعالم هي صناعة الرصاص والسوشيال ميديا. الرصاص خلى مثلا أنه الجبان ممكن يقتل الشجاع، السوشيال ميديا سوت ممكن يجي واحد مو مختص يناقش صاحب اختصاص، يعني بين قوسين ممكن جاهل يناقش عالم. هاي السلبية الأولى. السلبية الثانية اللي أنا قاعد أعاني منها بالفترة الأخيرة بشكل خاص، إنه إحنا متعلمين أكو مرسل وأكو متلقي. زين، هسه إحنا بالسوشيال ميديا بالفترة الأخيرة ما قاعدين نشوف متلقي، كلها مرسلة، كلها تريد تصير، كلها تريد تحكي، كلها تريد تنتشر. فأنا شو أقول هذا ما يعني مو صوت صانع المحتوى، هذا صوت المشاهد. ليش؟ لأن هي السوشيال ميديا ذكاء اصطناعي وخوارزميات مثل ما تعرفين ويعرفون السادة المشاهدين. فاليوم أنت من تتابع المحتوى الهابط للأخير، أكيد الذكاء الاصطناعي ما يعرف هذا هابط طبعاً وهذا صاعد. الذكاء الاصطناعي اعتبر هذا المحتوى من ضمن الانترستنج. صحيح. فشو اقترح الآخر، اقترح الآخر، اقترح الآخر، إلى أن شفنا صاحب المحتوى التافه هو الأكثر انتشار وصاحب المحتوى الهادف هو الأقل انتشار. فعلا مع الأسف. أي لذلك أنا أقول إنه السوشيال ميديا لا تقل أهمية عن شاشة التلفاز. يجب على صانع المحتوى انتقاء الموضوع، انتقاء المفردة، وخصوصا اللي يشتغلون بنفس مجالي. احنا أكثرية متابعينا تتراوح أعمارهم من 6 سنوات، يعني طلاب أول ابتدائي، طلاب روضة، إلى 15 16 17، يعني مرحلة الإعدادية بعدها تتغير توجهات الإنسان. فلازم تكون أكو عناية باختيار المواضيع، لأن هذا متلقي. يعني برأيك هذه مسؤوليتكم أنتم كصناع محتوى، أكيد تأثرون على المتلقي. إحنا مسؤوليتنا خلينا نقول إن شاء الله أني وأكو هواي شباب بدها تشتغل على هذا المكانة الهادفة. احنا دا نسوي اللي علينا، بقت يم المشاهد هو ذا يريد يصعد الهابط وذا يريد يصعد الهادف. طيب شلون انتم تحاولون تاثرون؟ يعني شنو الشيء اللي انت مثلا كصانع محتوى تحب تقدمه او تفكر تقدمه للمتلقي حتى تاثر به؟ انا طبعا دائما اقول الابتسامه هي الابتسامه بوجه اخيك المؤمن صدقه. يعني انا دائما اوصل مسجات من خلال سكتش كوميدي او فيديو كوميدي، حتى بالنقد ما يصير تجريح اولا، وثانيا حتى تكون سهله على المشاهد. مرات انت ما من الممكن تدخل مشاهد بسيط بغرف مظلمه، فاكيد تجي من خلال نكته، من خلال موقف يومي، من خلال كذا، تبعث له من خلال المسج.
وصل ما وصل اكو مجموعه محاولات ثانيه ان شاء الله. فهي مسؤوليه صانع المحتوى هذه ومسؤوليه المشاهد اللي اكد عليها، لازم يعي ويفرزن بين صانع المحتوى الحقيقي وبين صانع محتوى الصدفه، يعني كالفرق بين الشهره والشهيره. اكيد طبعا، يعني نشوف انه هوايه يحاولون حتى يشتهرون، مع الاسف مثل ما قلت يلجؤون الى محتوى الطريقه السهله، خلينا نقول. اي مو هو يقول لك انا مثلا ليش دا اشتغل؟ طبعا بالمناسبه الشغل شيء مقدس، يعني حتى بكتابنا الكريم الله سبحانه وتعالى دائما يقول الذين آمنوا وعملوا، الذين آمنوا وعملوا، الله مقارن العمل بالعبادة. نعم. فإحنا إذا ترجعي لها بالأصل ثقافة عمل ما عندنا، فيجيك هذا يقول لك أنا بدال ما أشتغل عمالة وما أعرف ويش وهاي التفاصيل، يابا عليا أنا أصور لي فد كم ستوري على أطلع لي كم لايف مو هيجي. يعني أنا دائما أقول أنت من السهل تشتغل، من السهل تصور، من السهل تمثل، من السهل، ولكن من الصعب شنو؟ من الصعب تأثر فعلا. لذلك دائما اقول لهم شوفوا اي مطعم مشهور، شوفوا اي سائق مشهور، شوفوا اي شيء مشهور، هو ما كان بدواخله انه يريد ينتشر، ولكن ايش سوى؟ صدق مع نفسه، صدق. انت من تصدق مع نفسك الشهره هي اللي تطرق ابوابك، الاموال هي اللي تطرق ابوابك، الهيبه الاجتماعيه هي اللي تطرق ابوابك. فشو نقول؟ الشاشه امانه يا اخوان، ولازم قبل ما تطلعون بها تكونون قد هذه الامانه، لين إصفاف ذائقة المتلقي هي أمانة في أعناقكم. نعم فعلا أكيد، عاشت إيدك. طيب حضرتك أنت تقدم محتوى كوميدي، أغلب فيديوهاتك هي بها يعني نوع من الكوميديا، وإن يعني كان موضوعها يمكن أنت تحب توجه رسالة معينة، لكن مثل ما ذكرت قبل شوية توجهها بطريقة كوميدية. نعم. إيه، فزين تأثير الكوميديا، وإحنا هنا بدنا نحكي تأثير السوشيال ميديا على العلاقات الاجتماعية. فيعني شلون تربط انت هذا الشيء يعني من هذا سؤال جدا مهم. العلاقات الاجتماعيه الواقعيه نعم تبقى لها هيبتها وتبقى لها بريقها وما يقدر يسرقها اي تطبيق بالعالم. حلو، يعني كصانع محتوى حلو رايك انه انت متمسك بهذا الشيء. ستي العزيزه التليفون هو انت تتحكم به، صحيح، مو هو اللي يتحكم بيك يعني. فانت بكيفك. اكو ناس من خلال السوشيال ميديا صنعت علاقات ناجحه. نعم. مثل هسه اني تعرفت على مجموعه صناع محتوى، قدرنا نلتقي، قدرنا نقدم شيء، ممكن تحققت عندي صداقات ناجحه، اكو ناس تحققت عندهم حتى علاقات عاطفيه ناجحه. ولكن هل نقدر نستبدل علاقات التواصل الاجتماعي بالعلاقات الواقعيه؟ اكيد لا. ياما ناس نشوفهم بالتواصل الاجتماعي اصلا نشوفهم بشخصيه وهميه، يعني نادرا تلقين واحد حقيقي. صحيح. فمن يجي على ارض الواقع ها شنو هذا مو هو فعلا. زين تنصدم بالواقع، تنصدم يعني هواي خطيك ويحبون ويروح ينصدم يقول اقول لك يوسف ترى مو هي لا ابشر زين. فاكيد العلاقات الاجتماعيه لازم تحافظ على بريقها. يعني احنا خصوصا المجتمع العراقي مجتمع عشائري ذات طابع ديني، يعني نحب المواصله بالاعراس بالمناسبات فعلا. فلذلك السوشيال ميديا خلت حتى هاي الامور، يعني مرات انت تروح قبل فتره توفى مشهور يمكن، لا اكيد مو يمكن، فتشوفين عدد الموبايلات اكثر من عدد المشيعين. هاي شنو هاي؟ يعني انتم حتى مثلا اكو ناس وصلت بيكم المرحله انه حتى بالميت ماكو فد خصوصيه او ماكو فد حرمه تصور واحد دا يبكي او كذا على مود تحصل كم لايك، او التاجر باسم مهم حتى جنابك تحصل كم لايك. اكيد لا. يعني انت اذا ما كنت تريد تقول شيء من جوا فانصحك لا تقول، لان راح يجي يوم وانا دائما اسميها مثل رغوه الصابون، مجرد ما تفتح المي تنتهي. صحيح. طيب انت مشيت على مبدا انه شويه شويه واني احقق نفسي، اكيد يعني مو من البدايه ويعني سويت خلينا نقول فد فيديو هاي وحبيت تشتهر فعلا، يعني انت فكر من البدايه انه تصعد خلينا نقول درجه درجه. هو الستيب باي ستيب عمليه صحيه. هسه انت اذا تشوفين دوره الكائنات الحيه، النباتات، الحيوانات، الانسان هو يبدا جنين برعم والى ان يوصل لاعلى المراحل. اكيد انت درج من البايه الاولى للبايه العاشره تتكسر، حتى لو توصل للبايه العشرين انت توصل مو سالم.
فالستيب باي ستيب قضيه صحيه تخليك تعيش المرحله اللي انت وصلتها، من كنت 10% سويت، من كنت 20%، من كنت 30%، وتحس بلذه النجاح بعدين. فلذلك انا دائما اقول يتابعوك 100,000 بصدق فعلا، ولا يتابعوك 10 مليون وهم ما يعرفون انت ايش قاعد تقول. صحيح فعلا. زين. يعني يكونوا مثل المتابعين خلينا نقول وهميين. يعني هي بيها وهميين وحتى لو حقيقيين، بس انت الفيديو مالتك ما مأثر. يعني انا عندي اكو بعض الفيديوهات الفيو مالتها قليل ولها صدى بالشارع فعلا، واكو فيديوهات عند عمي عندي حتى ما كله اقول عليهم وعند لا فعلا هذا المعروف يعني عند الاغلبيه. اقول له يابا ال 10 مليون مالتك شو دخلنا للمول، يعني لا حد قال لك شايفك، لا حد قال لك مشبه بيك، لا حد قال لك وين ملتقين هسه قال لها. بس لا والله تشوفين اكو واحد عنده 100,000 بس اكو بصمه يعني. نعم. فلان فات. اي فعلا. وهاي هبه ربانيه، هي الحضور والقبول وهاي اكيد التفاصيل. طبعا اكيد كلها نشوفها موجوده بحضرتك يعني. الله يسلمك. يعني عاشت ايدك تسلم. ف يعني يوسف خلينا نشوف انه انت دائما تستخدم التطبيقات الاجتماعيه كصانع محتوى يعني، او لا فقط كانه اسوي فيديو خلاص يعني مو تستخدمه هواي خلينا نقول التليفون. أنا التليفون خدمني بعملي، أنا إنسان كلش أحب الشغل، يعني حتى لو ماكو تليفون تلقيني بالمسرح، حتى لو ماكو مسرح تلقيني بالتلفزيون. والعام من صار عندي عرض مسرحي، كان عندي عرض مسرحي، فاستمرت البروفات فترات طويلة والعروض أيضا فترات طويلة، فاستغنيت على التليفون. تفرغت البيت الأول اللي هو المسرح، أنا ابن المسرح. انطلاقتك من المسرح. اي انطلاقتي من المسرح، والمسرح الشعبي هو يعني خلينا نقول بعد ملعبي، فاستغنيت على التليفون. أنا ما أقول إنه إحنا نشرد من التليفون، لا، هو صار شيء واقع وخدمنا أكيد، وقلنا من الساعة إنه هو صار باب رزق لهواي ناس، ضاف هواي علاقات اجتماعية الناس، ولكن سلبياته هواي، من ضمنهن اللي قلنا الأشياء فقدت بريقها، قام كل واحد يقدر يصير إعلامي، كل واحد يقدر يصير ممثل، كل واحد يقدر يطلع بالشاشة، هاي من ضمن سلبياته. وعلى مستوى العلاقات قلت لك أيضا علينا أنه ما نصدق الشخصية بالسوشيال ميديا 100%، لازم نلتقي بها بالواقع ويصير بيناتنا فتاش أقلها حتى نقدر نقول هذا منه. نعم. طيب خلينا نقول اكو صناع محتوى يعني دائما يشاركون المشاهدين او متابعيهم بفيديوهات عن حياتهم اليوميه، يعني خلينا نقول لحظه بلحظه، يعني 24 ساعه التليفون ويصور ستوري خلينا نقول وينزل. تحب انت دائما يعني تنزل فيديوهات عن حياتك الشخصيه، او تحب تبقي حياتك الشخصيه بعيده عن بس انت تحرشت بي، انا لازم يعني اجاوب على البدايه. انا والله مرات اصفن اقول ذولي يعني شو وقت يفكرون فعلا، شو وقت يسولفون، شو وقت يلتقون كعائله، يعني عجيب. وصلت لا مطبخ لا غرفه لا ما اعرف ايش. لا، اني أحب أشارك متابعيني الأشياء المختلفة. مثلا أنا سافرت على الشمال، هم متعلمين يوسف راح يقدم لهم مشهد كوميدي، لهناك أنت مصيف، يا أخوان اللي يزور هذا المصيف كذا كذا، أو آكل فد أكلة كلش تعجبني، هم منطقة طابخها فتحق أقول يابا تعالوا زوروا فلان، وهم يعني تونس متابعينك، ولكن لحظة بلحظة لا، هذا الشيء مو صحيح، لأن استعراض النعم هو شيء مرفوض أخلاقيا ودينيا واجتماعيا. يعني أنت ممكن اللي يتابعك هو ما عنده هاي الإمكانية، فعلى مبدأ لا تبوس ابنك قدام اليتيم، فمو كل شيء لازم ينقال. اي يعني هو صار مثل نقول لك انه دائما بكل مكان لحظة بلحظة نزل ستوري، بما انه هو مشهور ومتابعين وكذا، فيعني تشوف انه هذا الشيء. هي المشكلة أنت هسه تقول أنا أحب وأريد أحتفي بعلاقة حبي، نعم. أنا مصادق وأريد، أو حيقول لك أنا أحب أشارك متابعيني. إيه بس يعني مو كل شيء، يعني أنا مو قلت لك من الساعة مثل يعني جدا حساس، نعم. يعني هسه أنت مثلا عندك ابن عمره 7 سنوات وبصفه طفل عمره 7 سنوات، تقدر كل ساعة تحضن ابنك قدام هذا اليتيم راح يبكي، فأنت يعني ممكن تحب يا أخي، مو غيرك ممكن مخذل عاطفيا، فراح يتحسدك على هاي النعمة. أنا ما أقول لك لا تشارك مشاعرك وأريد أصير قاسي وياك وأقول لك اخفي كل شيء، لا، بالمرة بالمرتين بالأعياد بالمناسبات، بس مو كل يوم. ومن الصبح لليل وعايدين علينا الموضوع، وحبني وقال لي واعترف لي يوم المصارحة. أو لا، ورحت وطلعت وإجيت وسافرت ودا حضرت جنطة وفد شوية راح أطلع. هسه راسي يوجعني راح أنام. زين هسه وأنا قاعدة شو تحبون تقولوا لي؟
شتريق يعني مو الهدة. طب يعني حلو انه بيك يوسف دائما يعني تراعي شعور الغير، يعني مو بس انه تطلع وخلينا نقول فيديوهات وكذا وهذه، لا حبيت انه حضرتك دائما تراعي شعور المتابعين، يعني شيء حلو من حضرتك. ست العزيزة هاي امانة، يعني نعم. الانسانية ترى شيء جدا عظيم فعلا. يعني انت، انا دائما يقولوا لي الولد يوسف هواي تعيد تيكات، يعني مرات من نصور عيد أي. لا تفكر انه اكو فد شيء يعني لازم تعيده مره ثانيه. اعطيك فد مثال، اللي يسرق من يمك شيء مادي يقدر يعوضك، يعطيك ثمنه يعوضك، يعطيك اي شيء يعوضك، ولكن سؤال جدا مهم الك وللساده المشاهدين، اللي يسرق منك دقيقه من حياتك يقدر يعوضها؟ لا طبعا. زين انا هذا المشاهد اللي خطيه قاصدني ومتانيني، معقوله ما اكون كريم وياه واقدم له اوسع ما عندي من عطاء حتى لو اضغط على نفسي؟ خلاص انا ما دام قررت ادخل هذا المعترك لازم دائما انا حتى ادعي اقول يا رب اجعلني مثل الورده الفواحه اللي مني يشوف هالشخص يهتم بها فد عطر خاص، فد تحقق عنده فد سعاده خاصه، لان الابتسامه هي تطهير للقلب، فانت تستغل هاي الابتسامه توصل رسالتك والتوفيق من رب العالمين ان شاء الله. الله يسلمك. اكيد ان شاء الله دائما التوفيق. حكيت على الضغط يوسف، بما انه جبنا سيره الضغط نعم. وهذه الامور، شلون انت تتعامل ويا هذا الضغط؟ مثلا من تقعد تفكر انه شو تقدم فيديو او فتشي للمحتوى، شنو الضغوطات اللي تعانيها خلينا نقول او الصعوبات، انت شلون تتعامل وياها؟ ممتاز، سؤال جدا جميل وعجبني. بدايه يعني حاليا انه تطلع فد موضوع يعني بي ديفرنت وبيفد بصمه مثل ما قلنا هو صعب جدا. فاني المشكله اكثريه اللي يكتبون يقول لك اني لازم اكون بمكان راقي وهادئ ورايق حتى اطلع. انا الهام الكتابه يجيني بمكانين، يا اما لما نصعد كيه يعني الفورتات العبريه ما اعرف تنفتح عندي المسامات مال الكتابه كلها، اذا عندي نص ما مكمل يكمل، فكره ما مكمله تكمل، ولما اريد استلقي قبل لا انام هم يصير عندي تزاحم افكار. فانا بالعاده من الشخصيات اللي ذاكرتي جدا ممتازه وما احتاج ستوري بورد، يعني راسا اكتب الاشياء بدماغي واروح اوزعها واقطعها. فهو ذا كان موضوع ترند رائج اكيد يعني اتصفح التطبيقات واطلع هذا الموضوع، يا اما مرات انا تلفتني فد سلبيه معينه وانا شخص ميداني يعني مو برستيج ومطاعم هاي كلاس وهاي التفاصيل، لا تلقيني بالسوق حلو. تلقيني بالركن. لا المتابعين تحس انه دائما محتاجين هيك فيديوهات تكون اقرب لهم. اي طبعا، يعني انا في يوم من الايام اشهر الفيديوهات اللي قدمتها يطب شخص للقهوه يقول له هاي القهوه كلها لك، يقول له اي هاي قهوه مالتي، يقول له اي واي بيها زبائن قطعه ولا زبون. فقدمت سؤال قلت لهم هاي قضاء وقدر لو حسد؟ فهاي اشوف المفارقه الكوميديه، وفعلا يعني هسه مرات تدخل مكان تطفى الكهرباء زين على قول تهنى هسه هذا هو الشخص فوق هاي الاشياء يعني اشياء من صلب الواقع. وشنو انت تنتقي مواضيع ميدانيه وتشذبها وتجملها وتنقلها للمشاهد. حلو، عاشت ايدك فعلا، يعني نتمنى لك كل التوفيق. تسلمين بوجودك هذه المسيره وان شاء الله تكملها، واكيد انت نجم لامع ويكون نجمك اكثر لامع مستقبلا ان شاء الله. الله يخليك. واكيد احنا بحاجه يعني هيك صناع محتوى وهيك ممثلين مثل حضرتك يعني يكونون صادقين بمشاعرهم تجاه المتابعين. يعني اكيد انا اتمنى لحضرتك التوفيق ويا ربي اشوفك باعلى المراتب، لباقتك حلوه، استرسالك بالكلام حلو، وان شاء الله هالمره نلتقي ومرات ان شاء الله اكيد ان شاء الله. وتشرفنا بحضرتك وجودك ويانا اكيد ببرنامجنا لهذا اليوم، وشكرا جزيلا لك. الله يخليك. تسلمين.